يا حاج رمضان. يا حاج راضي. مين اللي مزعلك بس؟ الواد ده يا سيدي نازل عندنا في اللوكان ده وعامل قلق. بص يا سيدي. مزعل عمك رمضان ليه يالا؟ انت مين انت كمان؟ انا راضي. انا ما بسألكش عن حالتك، انا بسألك عن اسمك. شايف العسل؟ ونسي. ايه ممكن اسفخه على بقه. اسفخه. انا اسمي كده. وبتشتغل هنا يا سراضي؟ لا انا ساكن هنا. ساكن هنا؟ ده اقدم زبون عندي هنا في اللوكان ده. ايوه ده ايام ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. ده جاله راح ابويا بنى اللوكان ده عليه. ايوه. امال ايه؟ الله يرحمه ويحسن اليه. فاكر لما كان بيجيب لنا حلبسي. زمن الحلبسه الجميل. يلا. طب انا هشهدك على الحاج رمضان. الله، انت عايز تشهدنا على الحاج رمضان؟ ايوه. اذا كان كده بقى يبقى انت غلطان وتستاهل ضرب البلغه على دماغك. بلغة ايه؟ انت عرفت انت هتشهد على ايه؟ طب قول يا طعي. انا هنا حاجز 4 ايام بالفطار. وفطرت اول يوم والدنيا كانت زي الفل. ده حاجه جميله قوي. بس بعد كده ما لقيتش فطار. هو انت مش بتفطر هنا كل يوم؟ اني ايوه. اني بقالي 25 سنه ساكن في اللوكاندا دي وما فطرتش غير مره واحده. مرة واحدة بس؟ ايوه كتاب الله. لكن ربك الحق من يجي 10 سنين كده الحاج رمضان ده هو اداني سناكس. زمن السناكس الجميل. اي والله. لسه طعمه في بقي لغايه دلوقتي. انتوا بتقولوا ايه انتوا الاتنين؟ انا هكتب عنكم ريفيو ازاي الزفت. شوفوا يا عم الراجل ده. تعالى بس. اذا كان على الفطار يا سيدي انا هاخدك في المطعم اللي في ريحنا دي. نجيب 2 فول و2 طعميه و2 بطاطس وناكل وننبسط طحالب. طحالب ايه؟ طحالب ايه اللي انت بتقول عليها دي؟ انت يا عم عامل قلق ليه؟ مش عارف. انت هتجيب 2 فول و2 طعميه و2 بطاطس؟ ايوه. خليهم 3 فول و3 طعميه و3 بطاطس ما دام هو اللي هيدفع. ايوه. واحد بتنجان بسمع عنه. ماشي. خليه يحط لك طحينه. يحط ما دام ببلاش. ايوه خليه. انت كمان هتخليه يعزمك على الفطار؟ انت هتكتشف مين اللي هيعمل. انت مالك انت؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.